ازيكم يا حلوين؟ انا ساره من قناه عالم ساره، ومعايا ماما النهارده هتعمل معاكم التوميه السوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا التوميه السوري حلوين، وهي سهله جدا جدا. معانا كوبايه نشا، نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها النشا هحط فيها 2 كوبايه ميه. هنحط النشا هنا. اول كوبايه معانا ميه، هنجيب كوبايه تانية وهنقلب على البارد. ايوه شكرا. كده حطينا كوبايه نشا وكوبايتين ميه. هنفضل نقلب كده لغايه اما النشا خالص يدوب معانا. بعد ما يدوب معانا المرحله الجايه هنرفعه على النار. كده حطينا النشا والميه معانا على النار بعد ما دوبناهم كويس قوي. هنفضل نقلب فيهم كده اهوت لغايه اما تبقى معانا القوام بتاعها يبقى كريمي ناعم، ما فيهوش طبعا اي تكتلات، لان احنا خلاص دوبنا النشا في خلاص كده يا حلوين. انا طفيت النار. القوام ده اللي هو ده اللي انا عايزاه. ابتدي اقلبي كده فيه شويه. هو ده بقى القوام اللي انا عايزاه. هنسيبه يهدى شويه من السخونيه وهنضربه في الخلاط. احنا لما نضربه في الخلاط هيخف اكتر كمان معانا. معانا نص كوبايه ميه، معانا 5 فصوص ثوم، معانا معلقه ملح كبيره، ومعانا معلقه خل كبيره. التوميه اللي انا عاملاها اهي هنحطها في الخلاط. الله المستعان. هنحط نص كوبايه زيت. هو ده القوام اللي انا عايزاه. تضربي في الخلاط لغايه اما تبقى القوام معاكي زي كده، القوام الجميل ده. هنصب الخليط بتاعنا. بصوا القوام جميل ما شاء الله تبارك الله. بصي السلة ما شاء الله، الله المستعان. ما نجيبهاش من بره تاني بقى. لا طبعا ده انضف. يعني بصي كميه صغيره عملنا قد ايه، وفاضل معانا كمان. وهتدوقيها يا ساره ومش هتاخدي تاني باعتبارها ابدا. بعد الفطار هدوق واحد. بعد الفطار ان شاء الله هتاكليها كلها لوحدك دي. ما شاء الله تبارك الله، بالهنا والشفا. حطينا واحده نعناع عليها. ودي كانت معاكم وصفه النهارده وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس يا حلوين، هو ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. باي باي.